السلام عليكم. معظم طلاب تانية ثانوي خصوصا العلمي مش مقتنعين ليه الوزارة لغت مادة الأحياء وقررت عليهم مادة التاريخ، وفي منهم أصلا اللي مش مقتنع ليه ندرس التاريخ، ليه ندرس حكاوي وقصص الناس اللي قبلينا. تعالى بقى وأنا أفهمك إحنا ليه بندرس التاريخ. أنا مش هقعد أقول لك بقى كلام الكتب اللي بيقعد يعقدك أصلا من المادة وأنت مش بتفهمه. هديك مثال صغير يبسط عليك كل الأسئلة اللي موجودة في دماغك ومش لاقي لها أي إجابة. الموبايل اللي موجود في إيدك ده وفيه كاميرا، لو سألتك وقلت لك أنت تعرف الكاميرا دي أصلا اتصنعت إزاي أو مين أول واحد فكر في صنع الكاميرا؟ أول واحد حاول إن هو يخترع الكاميرا هو واحد اسمه الحسن بن الهيثم. الراجل ده عمل فكرة جميلة قوي سماها بيت الظلام. جه عند أوضة وقام راح مقفلها كلها ومضلمها خالص، وقام سايب فيها فتحة صغيرة يدخل منها الضوء بتاع الشمس، وقصاد الفتحة الناحية التانية في زي مراية كده بتعكس الضوء. ومن هنا بدأت فكرة صنع الكاميرا. جم الناس الأوروبيين كانوا بيفكروا إزاي يخترعوا الكاميرا، فبدأوا يقرأوا في التاريخ لقوا واحد اسمه الحسن بن الهيثم وخدوا الفكرة بتاعته وبدأوا يطوروها واحدة واحدة لحد ما وصلوا بالاختراع الجميل اللي في إيدك، وهي الكاميرا اللي في إيدك والكاميرا اللي أنا بصور بيها دلوقتي. يبقى أنت فهمت دلوقتي إن التاريخ مش مقتصر على شوية الحكاوي والقصص اللي إحنا بنعرفها عن الناس اللي قبلينا، لأ، التاريخ مرتبط معانا بالاختراعات اللي موجودة دلوقتي. لو جيت طبقت الفكرة ديت على معظم الاختراعات هتلاقي كل واحد ساهم بجزء معين في اختراع حاجة معينة، وجوم الناس اللي بعده خدوا الفكرة ديت وبدأوا يطوروها لحد ما وصلت للاختراعات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. سواء بقى تليفون أو تلفزيون أو عربية أو طيارة، كل ديت اختراعات ساهم فيها ناس قبلنا كنا لازم نسمع حكاويهم ونسمع أخبارهم ونشوف إزاي وصلوا من الأفكار ديت علشان نستخدم أفكارهم ونطور عليها لحد ما نوصل للتقدم اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي. بعيدا كمان بقى عن ان التاريخ ده بيعرفك بلدك وبيعرفك كمان ازاي بلدك ديت اتكونت ومين الناس اللي كانت حاكمه البلد قبل كده، عشان ما يجيش حد غريب ويقول لك احنا اصل البلد واحنا اللي عاملين البلد ديت. لا، يبقى انت بما انك دارس تاريخ وعارف مين اللي كان موجود قبلك وعارف مين اجدادك، فبالتالي تعرف تتكلم بقلب جامد وتقول لا، البلد دي بتاعتي والناس اللي كانوا حاكمينها دولت مصريين مش ناس تانيين. وعايز اقول لك ان اللي ملوش وطن ولا ليه هويه يعتبر ملوش لازمه اصلا في الحياه. وفي النهايه اللي عايز اوصله لك ان اللي هيدرسك تاريخ لازم أن يكون شخص متخصص، لان في التاريخ في امثله كتير جدا لها علاقه باللي فات وباللي حضرتك درسته في اولى ثانوي وكمان في الاعدادي. فاذا ما كانش فاهم ايه اللي انت خدته في اولى ثانوي وكمان ايه اللي خدته في الاعدادي مش هيعرف يوصل لك المنهج بتاعك بصوره كامله. فبما انك فهمت احنا ليه بندرس تاريخ، انا من هنا بعلن عن تدريس ان شاء الله لماده التاريخ سواء للعلمي او سواء للادبي. الحمد لله بفضل ربنا عندنا خبره كافيه ان احنا نوصل لك المعلومه لكل طالب بيفهم بطريقه معينه، احنا نعرف باذن الله نتعامل معاه وبنعرف نوصل له المعلومه باكثر من طريقه. اول حصه باذن الله هتبقى 31/8 الموافقه يوم الاحد، وحجز المذكرات هتبقى خلال الاسبوع القادم باذن الله من اول اسبوع لحد اخر الاسبوع، ومع بدايه الاسبوع اللي بعده اللي هو يوم الاحد 31/8 هتبقى اول حصه باذن الله. شكرا ليكم، كان معاكم استاذ الجغرافيا والتاريخ الاستاذ محمد السيد الشام.